شاء الله تبارك الرحمن. اليوم احنا في ام حجول ونبى نمر شعيب غيانة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الربيع شوفت عيونكم. ام حجول شمال الارطوية، تبعد عنها تقريبا 30 كيلو. الى الان فيضة ماسكة ربيعها ما شاء الله تبارك الرحمن، نعمة يبلها حمد وشكر. وهذه مخيمات نفس الفيضة. نحمد الله ونشكر على ها النعمة اللي احنا فيها. سبحانه بحمده رب تبارك اسمه، رب تعالى جده، ولا إله غيره. كم ذا عليها منعما من فضله مكرما، لما جعلني مسلما. شعيب غيانة معروف في كثرة الطلح. الأودية في منطقتنا كثيرة والشعاب، فهذا من الشعاب الأرطاوية وضواحيها. جميل جمال ما شاء الله لا يوصف. هذه وحدة من الطلح اللي معمرة. طلح غيانة معروف ويصل بعد طلحه إلى 200 سنة عمرا، وأوراقه غذاء الحيوانات البرية، وتنتج مادة الصمغ وهي شجرة شوكية وظلالها كثيف، وتمتد إلى السماء بحدود 8 أمتار وتزيد، ويأخذ منها الحطب أحيانا إذا مات أحد سيقانها وأصبح يابسا. وتكثر في مدينة الأرطوية وضواحيها بسبب كثرة الأودية والأفياض الممتدة من جبال مجزل إلى نفود الدهنة. أما غيانة فهو اسم الوادي الذي يوجد به الطلح الشهير، ويكون شمال غرب الأرطوية، ويبعد عن مركز مشلح ب4 كيلومترات من الغرب. وشجرة الطلح يصل عمرها إلى 200 سنة أو يزيد حسب الحفاظ عليها والعناية بهذه الشجرة الشامخة. ولاحظنا بعد الطلح أغصانه خارجة بأسباب التعري، وهي جميلة بالشكل والمظهر والظل والمنظر. وهذا هو جمال شعيب غيانة ومناظره الجميلة. الطلحة هذه من أغرب الموجود عندنا. لما جعلني مسلما ومسبغا من جوده، ولكم تفضل بالعطاء، وجاد ربي في سخاء، فله مع الحمد الثناء، ملا حصاة لعبده، ولكم تفضل بالعطاء، وجاد ربي في سخاء. انتهت تغطيتنا اليوم في فيضة ام حجول وشعيب غيانة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.